انتهت مباراة الأهلي وفاركو بفوز النادي الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف وحيد. تعال معايا نتكلم عن إيجابيات وسلبيات المباراة، يلا بينا. هنا في الهدف الأول للنادي الأهلي لو بصيت على رسمة الملعب هتلاقيها 4-3-3 صريحة جدا، مفيش فيها أي تأليف. الكرة بتروح ناحية اليمين عند محمد هاني اللي بيعمل 1-2 مع الوينج اللي معاه تريزيجيه، بيحطها على طول من مرة واحدة عرضية. وأنا مش فاهم لحد الآن ليه المساك بتاع فاركو حاطط إيده ورا ظهره، وده اللي خلاه يبقى بطيء شوية في الحركة فما يقدرش يلحق الكرة ويحطها على طول محمد شريف بدماغه في المرمى. اما بالنسبه للهدف الثاني للنادي الاهلي فهتلاقي زيزو واخد الكرة وماشي بيها من ناحيه اليمين للشمال، وعلى طول بيدور على حد يعمل معاه لينك لحد ما لقى محمد علي بن رمضان واداله باس كسر للخطوط على طول. وكمان استلامه بن رمضان فرقت كتير جدا، وتحرك زيزو بعد الكرة وزيادته العدديه داخل منطقه الجزاء فرقت اكتر واكتر عشان ياخد الاوفر من محمد علي بن رمضان ويوجه الكرة بدماغه على طول في المرمى. اما عن الهدف الثالث فبتظهر فيه قيمه بن شرقي اللي ممكن يكون مش ظاهر اغلب فترات اللقاء، ولكن لما بيظهر على طول بيعمل لك اسيست ولا احلى ولا اروع. هنا كريم فؤاد بدل ما يباصي الكرة دايركت لبن شرقي دخل لجوه على طول وحط الكرة لبن شرقي اللي عدى من اللاعب اللي كان معاه. وهنا بتظهر برضو قيمة الزيادة العددية بتاعت احمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء عشان الكرة توصل له ويحط الكرة ببطن رجله في مرمى شيكا اللي ما يقدرش يعمل لها اي حاجة. تعال بقى معايا نروح لهدف فاركو اللي فيه اخطاء بالجملة سواء في الخروج بالكرة او من دفاع النادي الاهلي او من مصطفى شوبير. هنا الكرة بتخرج من ياسين مرعي لبن رمضان اللي بيكون معاه لاعب من فاركو بيعمل عليه تاكلينج، وبتروح الكرة ناحية اليمين للاعب فاركو اللي بيروح بياسين مرعي وبياخده وبيعمل كرة عرضية بترتد بخطأ تاني من الدفاع ان هو بيطلع الكرة في منطقة خطر جدا وهي منطقة قريبة من نقطة الجزاء، وعلى طول بيحطها لاعب فاركو ولكن بتيجي على طول في العارضة تترد للتاني اللي بيحطها، تترد من الدفاع، تترد للتالت اللي بيحطها، تترد من الدفاع. وهنا بتوصل برضو لمحمد هاني اللي غالبا كان بيرجع الكرة لمصطفى شوبير ولكنها قلشت منه وخلاص الكرة رايحة كورنر، ولكن مصطفى شوبير ما يخلصوش الكلام ده ابدا ويحب يدخل الكرة تاني للملعب عشان يحط لاعب فاركو الكرة في سقف الجول. وانا معرفش ليه مصطفى صمم ان هو يلحق الكرة، كان ممكن نسيبها كورنر عادي جدا ونتفادى كل ده. اما عن الهدف الرابع فكوكا استلم الكرة في نص الملعب وحطها على طول لمحمد هاني اللي كان ضامم لجوه وبيحاول يعمل لينك كده مع جراديشار اللي كان بيحاول ان هو يكسر مصيدة التسلل، وحاول على طول هاني يلعبها له ولكن وقف ثانية عشان يتأكد ان هو كسر مصيدة التسلل بالفعل وحط له الكرة على طول. الراجل راح انفراد وكان معاه اشرف بن شرقي ولكن الراجل فرود والفرود طماع وعايز يجيب جون فرقص الجون وحطها على طول في المرمى. اخر حاجة هنتكلم فيها وهي طرد محمد هاني اللي حرفيا معبرش الحكم وهو بيقول له اطلع من الناحية التانية، فضل يكلم في كريم فؤاد ويديله الاشارة بتاعة الكابتن وبعد كده كمان جري ان هو يطلع من ناحية للحكم ما قالوش عليها، فالحكم يعني خدها شخصية كده قال له انت ما بتعبرنيش، طب ادي انذار وادي طرد. بعدها محمد هاني راح يتكلم معاه، طب انت ليه يا اسطى ما اتكلمتش معاه من الاول؟ كنا برضو تفادينا الموضوع ده كله. بس وبكده نكون اتكلمنا في ايجابيات وسلبيات لقاء النهارده. بتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. سلام.